السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد ويوم جديد. طبعا اليوم روتين يكون مختلف. رحنا هنا على المحمصة، جبنا ورق عنب، راح نعمل مع بعض ان شاء الله. يلا نجي ويلا نبدأ بالطريقة. طبعا هنا نزلت ورق العنب، حطيت عليه مي حار ونزلت عليه معلقة سكر، لأن دائما يجي عاسي ورق العنب. هذا يخليه يستوي يعني ما شاء الله نفس الرز، يعني هو والرز نفس الشي يستوون بنفس الوقت. هنا طبعا بس يغلى المي عليه غلوتين ثلاث، بعدها صفيه واغسله. ويلا نبدأ بالمكونات. عندي هين بصلتين مقطعين ناعمين، سنين ثوم، نص كوب فلفل رومي، نص معلقة بن، معلقة دبس فليفلة، نص كوب بقدونس مثروم ناعم، ونص كوب نعناع. وعندي 4 حبات طماطم زين مثرومين ناعمين، وكاسة شاي دبس رمان، وكوب زيت زيتون. وهنا علبة دبس طماطم وملح ليمون، طبعا هذا حسب الرغبة. هين ننزل زيت الزيتون والبصل والخضار كامل، أنزلها لين تتسبك مع بعض. طبعا هين عند الرز 3 أكواب أنا غسلتهم صفيتهم، بعدها حطيت طبعا كل علبة ورق عنب إلها كاسة ونص رز. بعدها أنزل الرز عليهم، بعد الرز أحط كاسة مي، بعد كاسة المي تقلبها تستوي تقريبا نص سواية الرز. بعدها أنزل البقدونس والنعناع وأقلبهم وأطفي عليهم. وهين نبلش باللف ورق العنب. وهين لفيت ورق العنب كلياته ما شاء الله. طبعا خلص عندي ورق العنب والحشوة، علبتين ورق عنب و3 كاسات رز. هين أرضية الجدرية أنزل بيها طماطم وجزر، وأحط عليها ورق عنب، وأصف الورق العنب كامل. نجي على الصلصة حق الورق العنب، تعالوا نعملها مع بعض. هنا نحط نص لتر مي مغلية، بعدها نص كوب دبس رمان، ونص كوب زيت زيتون، وملح ليمون وملح عادي. هين ننزل مية الورق العنب، وأحط عليها شطة، اللي يحب الشطة يزيد عليها، ونغطيها طبعا هذا الثقل حقها. بعدها بس تغلي نهدي عليها ونخليها تطبخ ساعة ونص. طبعا هنا استوى عندنا ورق العنب الحمد لله، وخليته بعد ما استوى ساعتين مية. بعدها صفيته هنا بالصحن، وهذا شكل النهائي. إن شاء الله يعجبكم يا رب. طبعا هذا اللي حاب يعمل مشروع صغير في البيت يعني، عن جد جربوا هاي الطريقة وراح تدعولي. وأشكر كل شخص تفاعل معنا بالقناة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. في أمان الله.